السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ اتكلمنا في الفترة اللي فاتت عن تمويل باستخدام الاوفر درافت في المشروعات، بالنسبة لقطاع المقاولات، واستكمالا للقصة ديت واستكمالا للرد على الموضوع بتاع الفاكتورنج وتمويل المستخلصات. هنستعرض هنا كده ان شاء الله في بريف سريع ايه الفرق بين الفاكتورنج وتمويل المستخلصات. طيب خلينا نبدأ الاول بالموضوع بتاع الفاكتورنج او التخصيم. ما هو التخصيم؟ التخصيم بمنتهى البساطة، انت النهاردة رحت بعت برودكت او خدمة لكلاينت عندك، والكلاينت ده كان مثلا هنفترض ان هو كان متعثر وقال لك بص يا باشا، انا النهارده عشان ادفع لك الفلوس انا مش معايا، هديك شيك اجل 60 يوم او 90 يوم وان شاء الله بحصله بقى بعد الفتره دي. طيب انت النهارده حصلت الشيك من الزبون بتاعك، وكده انت شرينكينج، عندك مشكله في الكاش، تمام؟ ففي نوع من الشركات او البنوك بيبقى عندها شركات اسمها شركات التخصيم او الفاكتورنج، اللي هو انت بالبلدي كده بتروح تقطع الشيك ده. يعني تروح تبيع ايه الشيك دوت للبنك، تقول له اتفضل يا بنك، خد انت بقى ايه، حصل الشيك ده بالنيابه عني، تمام؟ البنك مقابل ان انت بتديله الشيك ده يقول لك طيب جميل، انا هديك دلوقتي مثلا 75% من الشيك. يعني لو شيك بمليون جنيه مثلا على سبيل المثال، هديك 75% من القيمه دلوقتي، وال 25% اللي باقيه ان شاء الله هديها لك لما ابقى احصل الشيك، تمام؟ والبنك يروح مديك او شركه التخصيم تديك على طول ال 75% وقتي. 25% ديت بعد ما الشيك بقى يتم تحصيله من العميل بتاعك، تمام؟ البنك يروح خاصم منه بقى او شركه التخصيم المصروفات والعمولات الاداريه وبتاع. وطبعا هنا سعر الفايده بيكون اغلى شويه من الاوفر درافت. ليه؟ لان طبعا هنا الموضوع هاي ريسكي، فيه مخاطر كتير، فطبيعي ان سعر الفايده هنا يكون ايه، اعلى. فده يعني نبذه سريعه او بريف سريع عن الموضوع بتاع ايه الفاكتورنج او التخصيم. وده يعتبر شكل من اشكال الشورت تيرم فاسيلتيز. انت النهارده عشان تمول الوركينج كابيتال، احنا كنا استعرضنا قبل كده وتفتكروا اتكلمنا عن الكاش كونفرجن سايكل، وقلنا الكاش كونفرجن سايكل قد ينتج عنها وركينج كابيتال فاندنج جاب. الفرق بقى ما بين ان انت ممكن تكون بتحصل متاخر بس بتدفع بدري. فده شكل من اشكال تمويل هذه ايه الفجوه التمويليه، وهو ايه الفاكتورنج. يبقى الفاكتورنج بيفوكس من الاخر على النوتس ريسيفبل او اوراق القبض او الشيكات اللي انت ممكن تكون واخدها من العملاء بتوعك دول، باختصار سريع بدون دخول في تفاصيل كتيره يعني، تمام؟ طيب الشكل التاني من اشكال تمويل الشورت تيرم فاسيلتيز اللي عندنا، اللي هو تمويل المستخلصات او تمويل العناصر بتاعت الوركينج كابيتال. زي ايه مثلا؟ انت النهارده ممكن تعمل اتفاقيه مع البنك، او في شركات كمان زي شركات الليز مؤخرا بقت بتشتغل في القصه بتاعت تمويل الوركينج كابيتال بشكل عام. فانت بتدي له العقد اللي بينك وبين العميل والاتفاقيه، لو في امر توريد، لو في بي او، لو في عقد، لو في وات ايفر، تدي له شروط، وبيبقى متوضح بقى في العقد مثلا ان البيمنت تيرمز انت متفق عليها مع العميل ان انا هحصل منه بعد 60 يوم. فانا ببيع له البضاعه النهارده وطلعت له الفاتوره النهارده، خلاص؟ فبدي البنك الفاتوره او المستخلص ده اللي هيتحصل لسه كمان 60 او 90 يوم. فالبنك يعمل نفس الكلام معايا، يمولني مثلا يديني 80% من قيمه الفاتوره. يعني مثلا برضو اديت طلعت فاتوره عميل بمليون جنيه، والفاتوره دي لسه هتتحصل بعد 60 او 90 يوم. فانا بروح مديها للبنك، اتفضل يا بنك، العميل اهو ادالي ابروف على الفاتوره واستلم البضاعه وكل حاجه تمام التمام. فالبنك يروح ممول لك ايه برضو 75 او 80% حسب اتفاقك مع البنك. ولما انت بقى خلاص بقى لما تيجي تحصل مع العميل، انت بتسدد للبنك الفلوس اللي انت واخدها منه. دي تعتبر زي از شورت تيرم لون يعني، تمام؟ بس في ضمانه هنا، او الورقه، او في ورقه بينك وبين البنك ان في فاتوره انت ايه مطلعها مع العميل، يعني في خدمه فعلا بالفعل اتعملت. فبالتالي هو بيمولك ايه في القصه دي. فده يعتبر برضو من الشورت تيرم فاسيلتي. فبالتالي النوع من تمويل المستخلصات ده بيفوكس على الاكونتس ريسيفبل. يعني لو حبينا نعمل زي سمري كده، هنلاقي الفاكتورنج بيفوكس على النوتس ريسيفبل او اوراق القبض باختصار يعني. والتمويل بتاع المستخلصات ده بيفوكس على الاكونتس ريسيفبل. بس كده. اتمنى ان انا اكون وضحت لكم الصوره بمنتهى البساطه. شاكر جدا ليكم يا شباب، شكرا.